اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. ازيكم عاملين ان شاء الله تكونوا بألف خير وبأتم صحة كده واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله يعجبك. لو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وريت تعملي لايك وكومنت حلو زيك. ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. فيديو النهارده بقى مشتريات الشهر، هوريكم كل حاجه وتقسيماتي وترتيباتي في مشتريات الشهر وبجيب ايه بالظبط بالاسعار. تابع معايا الفيديو للاخر، هيعجبك جدا جدا واكيد هتستفادي منه حتى لو بحاجه بسيطه. يلا بينا نبدا في الفيديو مع بعض. بصوا جبت 2 عرض زبادي اللي هي لبنيتا بالفراولة. كان العرض ب31، جبت 2. ماشي. انا جبت كمان كيلو برجر. انتوا عارفين احنا بنحب البرجر بتاع فتح الله. بصوا الكيلو عليه عرض ب280 بدل ب180 بدل من 205، وده كيلو الا حاجات بسيطة كده. وجبت 4 اكياس بهارات بطاطس. وجبت 2 حاجة ساقعة برضو كان عليها عرض اللي هي لتر ونص. جبت واحدة شويبس خوخ. وجبت واحدة سبرايت، كانت الواحدة عليها عرض ب19. لا الشويبس كانت ب20 والسبرايت كانت معرفش ب14 او ب15 حاجة زي كده. جبت مكرونة اللي هي بساطة دي اللي هي الكيلو، اللي هي القلم دي كانت الكيلو ب25. جبت واحدة اللي هي القلم. وجبت واحدة اللي هي العقل الصغيرة. وجبت واحدة اللي هي رويال دي عقل كبيرة شوية. جبت كمان دي اللي هو روعة ده كان ب20، جبت 2 كيلو. الواحد اهو والتاني اهو. جبت بقى رز. انا بستخدم اللي هو الحمد ده كيلو. ده كان كيلو ب25. جبت 4 اهو. ادي 2 اهو. جبت 4 كيلو. استنوا بقى اوريكم جبت ايه كمان. جبت اللي هي الفروتي اكياس ده. جبت 2 برتقان. ده الواحد ب2 جنيه فتح الله. بره فتح الله باكتر من كده. لا 3 برتقان، 1 ليمون نعناع، وجبت 1 يوسفندي، 1 خوخ. جبت 5. وجبت طبعا عرض مناديل اللي هو جود كير، بوريكم في كل المشتريات بتاعتي بس فتحت منهم واحده. العرض كان ب50. جبت 1 اللي هو صوص البرجر ده كان ب50. اوريكم بقى دي حاجات بقى ما جبتهاش من فتح الله، دي جبتها من بره. بصوا بهدلت دي ولا ايه؟ عشان كنت جايبه مخلل. ده كده كنت جايبه كيلو مخلل.
وده ده جبنه قريش، كنت جايبه نص، ودي نوتيلا سايبه. جبت توم عشان كان عندي من الاول ما خلصتش. ودي جبنه رومي، جبت برضو توم لان عندي الجبنه الرومي بتقعد عندي فتره طويله ومبتخلصش على طول، احنا استهلاكنا اكتر على اللانشون. جبت بقى نص لانشون بيفي بالبسطرمه، وجبت نص ربع، لا ده ربع بيفي بالبسطرمه وربع لانشون. تمام. وجبت باكيتة بامبرز جود كير رقم 6 للأستاذ سليم. ماشي، دي كده مشتريات اللي كانت ناقصاني. طبعا زي ما قلت لكم انا كان عندي حاجات من الشهر اللي فات لسه ما خلصتش، لان ما جبت مرتين يعتبر في نفس الشهر، فجبت الحاجات اللي كانت ناقصاني اكتر، لان انا عندي حاجات كتير لسه ما خلصتش، حتى الفريزر وحاجه الفريزر كده كملت الحاجات اللي كانت ناقصه. تمام كده. كده مشتريات بقى السوبر ماركت والحاجات بتاعت التلاجة. تعالوا بقى اوريكم مشتريات التافهه بتاعت عيالي. وجبت كمان 2 علبتين، اللي هو ده اللي هو الشوكولاته للشرب ده، جبت علبتين اهي، هعملها معاكم في الفيديوهات الجايه. نبدا بقى في المشتريات بتاعت عيالي. طبعا انا عشان زي ما انتوا عارفين جوزي مسافر، فمش دايما بنزل، فدايما بحب اجيب لهم الحاجات الحلوه مثلا بتاعتهم، يبقى عندي مكان كده فيه كل حاجه هم محتاجينها. طبعا الحاجات دي مش بياخدوها في كل وقت وفي اي وقت، بس بتبقى موجوده عندي في البيت، مش بنزل دايما، انتوا عارفين الجو اليومين دول عامل ازاي. فكل ما بنزل اجيب مشتريات البيت لازم اجيب لهم جزء كده حاجات تبقى ليهم، بسكوتات بقى، كيك، حاجات اللي هم بيحبوها. جبت لهم كده كراميلا كده اكياس، وجبت لهم اللعبه الصفرا دي انا مش عارفه هي فيها ايه، وجبت علبه المسكه دي. عايزه اقول لكم المسكه دي لو موجوده قدامكم في اي مكان هتبقى حلوه جدا ورخيصه، يعني هي الواحده بتتباع في السوبر ماركت بجنيه، فانا جايبه العلبه كلها ب20، فيها 24 واحده. جبت علبه الشوكولون ده عشان هما بيحبوه قوي، كانت ب20 فيها 12 واحده. جبت علبه بسكوت لمبادة برضو ب20 فيها 6. وبسكوت ماجيك ده حلو قوي بالشوكولاته برضو ب20 فيه 6. والكيك دي ب25 فيها برضو 6. دي بتاعتي انا كنت جايباها بس مشربتهاش. تمام. وجبت لهم ايه تاني؟ جبت لهم بقى شيبسي، كان في فتح الله شيبسي فوكس كان عليه عرض التلاتة ب10، فجبت 6 عرضين يعني. فالحاجات دي كلها بخليها عندي اي وقت بقى بيغلبوني، ببقى محتاجه اكافئهم باي حاجه، فبطلع حاجه من الحاجات دي اديها لهم بدل ما انزل واجيب كل شويه، فاهمين؟ وكمان بيوفر عليا كتير. انا عايزه اقول لكم انا ممكن اكون جايبه لهم مثلا حاجات مثلا قول ب100 جنيه، بس حاجات كتير تقعد عندي فتره طويله. انا خدتهم ونزلت السوبر ماركت بدفع ال100 جنيه وما بيجيبوش حاجات قد كده، فاهمين؟ فالحاجات اللي هي بتبقى بالجمله دي او بالعلب بتوفر عليكي كتير. خلاص بقى كده خلصت الحاجه بتاعتهم، هرصوها مع بعض دلوقتي في الفيديو. جبت بقى المخلل اللي كنت جايباه، على فكره ده نص مش كيلو زي ما انا قلت لكم في المشتريات، انا بس اتلخبطت. فضيته كده في علبه. بعد ما فضيته في العلبه دي حسيتهم صغيرين قوي على العلبه وانا محتاجه العلبه، نقلتهم في علبه تانية وغسلت العلبه كويس عشان احط فيها اللي هي الجبنه القريش دي او الجبنه الفلاحي. عايزه اقول لكم ان انا ماليش فيها اصلا، ما بحبهاش قوي، بس انا معرفش حسيت ان انا عايزه اكل منها او نفسي هفتني عليها كده، فقلت اجيب نص اخليه في التلاجة. هو اصلا حلو ومفيده جدا للاطفال. حطيتها بقى في علبه مش بحط عليها اي حاجه وبغطيها واشيلها في التلاجة زي ما هي. فحطيتها بقى كده وهحطها في التلاجة، بركن كده العلب على جنب لحد ما اخلص باقي الحاجه كلها واشيلها مع بعض. طبعا مسحت التلاجة كويس ونضفتها. جبت بقى علبه كده، كان كيس التلاجة عندي للاسف خلصت، فجبت كيس صغيره كده نظيفه واحطها. لازم احط كيس تحت الجبنات بالذات قبل ما احطها في العلبه. فده بقى كده فضي البيفي. عايزه اقول لكم ان انا مشتريت الشهر المره دي ما جبتش مشتريات كتير، لان كان عندي حاجات من الشهر اللي فات. انا متعوده بنزل مثلا كل شهر ونص، كل شهرين. المره دي نزلت مرتين في شهر ونص تقريبا، فكان عندي حاجات كتير. قلت بقى انا هجيب الحاجه اللي ناقصاني بس. الجبنات طبعا الحاجه اللي ما بتقعدش يعني بتخلص على طول، فبزود فيها. ممكن اجيبها كذا مره في الشهر يعني عادي، اشتري من السوبر ماركت تحت عادي. حاجات الفريزر كان عندي شويه حاجات، كملت برضو عليهم الحاجات الناقصه وهوريها لكم في اخر الفيديو، بعد ما طبعا غسلتها وقسمتها كده في علب هوريهم لكم في اخر الفيديو. الجبنات نفس الوضع، الخزين المكرونات والرز والحاجات دي ما كانش عندي كتير فزودت الحاجات. جبت الحاجات اللي ناقصاني بس، فاهمين يعني؟ طبعا نوتيلا جبت تمن، كان عندي كنت جايبه مره فاتت ربع، طبعا عيالي بيحبوها قوي، فجبت عليهم تمن كده ايه لحد ما انزل تاني يعني كده كده ايه
هنزل على اول السنه تاني. الجبنه الرومي طبعا كانت عندي في التلاجة نشفت، فحطيتها في كيس الفريزر مش برميها، وحطيت مكانها الجبنه الجديده. وكده خلاص خلصت الجبنات، هدخلهم بقى التلاجة ونخش على العلبه بتاعت العيال. عندي فضلت دايما عندي البوكس ده دايما يكون مليان. انا عايزه اقول لكم ان هم لو لقوا البوكس ده فاضي يقول لك هو انت ما عندكيش حاجه، هو خلاص متعودين. وللاسف دي حاجه مش حلوه خالص، بس انا هحاول يعني هم ما شافوش الحاجه اللي انا جبتها دي، فهحاول ان اقللها الفتره الجايه. بديهم كل فتره، هم طبعا مش بيطولوا العلبه دي ولا بيعرفوا يفتحوها ولا بيشوفوا فيها ايه. فانا هحاول اقلل الحاجات الحلوه دي، بس للاسف هم اتعودوا ودي حاجه مش صح خالص انا عارفه. فبدات كده ان انا ارص فيها الحاجه اللي انا جبتها. عايزه اقول لكم الحاجات دي مش بتبقى ليهم لوحدي، لوحدهم، انا كمان يعني ساعات باكل منهم حاجات، فالحاجات دي كلها مش بتبقى ليهم لوحدهم. وحطيت بقى البسكوتات كده. لو انتوا بتقدروا تسيطروا على اولادكم في الحاجات الحلوه بالذات قولوا لي، لان انا بصراحه مش بقدر اسيطر عليهم خالص. حطيت بقى كده البسكوت، وهحط فوقيه البسكوت اللي هو اللمبادة ده حلو قوي، هما بيحبوه انا كمان بحبه بصراحه. الشوكوبون ده كده حطيته على جنب. والمستيكه بقى، المستيكه عايزه اقول لكم فيها 24 واحده وحلوه قوي يعني، بجد هتعجبكم قوي لو جربتوها. لو لقيتوها قدامكم نجيبوا منها، في منها بقى اطعمه كتير يعني. برص بقى كده الحاجه كل اللي انا جايباها فيها، وبقفلها. اصلا المفروض دي عياشه يعني بتحط فيها عيش بقى، بتحط فيها مخبوزات، بس احنا طبعا ما بنعملش الحاجات المفيده دي، احنا بنحب الحاجات التافهه. فلو انتوا كمان زيك اكتبوا لي في الكومنتات. عايزه اقول لكم انا بفرح بالحاجات دي اكتر منهم، انتوا متخيلين؟ يعني انا ممكن اكل حاجات من دي وما اكلش اكل. بصوا ده ما قلتلكوش في مشتريات، ده كيس كده فيه لولي بوب مصاصات يعني، كنت جايباه من فتح الله، كان عليه عرض 19 جنيه، فيه 12 واحده. بصوا شكلها حلو ازاي. فبرضو جبته لهم، فاحطهم كده مع بعض. برضو في البوكس طلعت كيس شيبسي كده، قلت اتسلى بيه كده وانا بخلص عشان افضي مكان ما احط باقي الحاجه، لان البوكس ما كفاش. هوريكم بقى كده شكله في الاخر. ودول برضو دول اديتهم لهم في نفس اليوم، بس ايه قلت احطهم هنا دلوقتي لغايه ما اخلص كده. خلاص خلصت ورصيتهم اهو زي ما انتم شايفين. يلا بينا نروح بقى نشوف بقيه المشتريات، احنا لسه كل ده ما خلصناش باقي المشتريات. كنت جايبه بقى، كان ناقصني شويه توابل. البهارات طبعا انا بجيبها كل فتره كده لما بحس ان هي قربت تخلص بجيب، فكان ناقصني حاجات معينه. جبت فلفل اسود، وجبت كمون وكزبره، كان عندي توم باودر وبصل باودر في الطقم التوابل ده سوسه معرفش ليه فهرميهم، وجبت مكانه. وجبت ربع طحينه. عايزه اقول لكم ان انا اجيب طحينه اللي هي البوادي، بجيب برطمان صغير خالص بيبقى ب20 و30 جنيه، ما بيقعدش. فجبت قلت اجرب السايبه، جبت ربع ب15 جنيه، هوريكم دلوقتي هيملى برطمان. والسمنه كمان كان عندي علبه سمنه اللي هي روابي القشطه، بحبها قوي، خلصت، فلقيتها بتتباع سايبه في السوق، فجبت كيلو ونص. عايزه اقول لكم ان الكيلو ونص صافي بيبقى ازيد من العلبه، يعني انت بتجيبي العلبه مثلا كيلو بتبقى فيها حوالي 700 جرام، لكن ده كيلو ونص. هوريكم الكيس بس اللي هو الكيلو ده هيملى العلبه ازاي. وسبت النص في التلاجة. جبت بتنجان كمان، وجبت فلفل اخضر، وجبت خيار، وجبت ليمون، وجبت كمان سفندي، طبعا ده العشق بالنسبه لي في الشتاء ما اقدرش استغنى عنه. وجبت بطاطس، وجبت طماطم، وكان عندي بصل من الاول. تمام، جبت الحاجات اللي ناقصاني بس، وجزر. طبعا هفضي بقى الحاجات دي، اللي محتاج يدخل التلاجة هدخله، واللي محتاج يتشيل بره هشيله. آه قلت بقى افضي معاكم الطحينه. عايزه اقول لكم بصوا ربع كيلو هيملى برطمان وب15 جنيه بس، انتوا متخيلين؟ فانا كنت الاول بستسهل بصراحه، احب اجيب الحاجات دي من السوبر ماركت، لحد ما لقيت نفسي بصرف كتير، والحاجه طبعا غاليه، والحاجه ما بتقعدش، اللي بتبقى كمياتها قليله، فبجيب سايب. حتى السمنه صراحه انا اول مره اجرب السمنه السايبه، بس حلوه جدا. عايزه اقول لكم جربتها حلوه قوي، وزي هي زيها زي العلب بالظبط، بس الفرق اللي انت بتجيبي الكيلو كيلو صافي. يعني مثلا بجيب العلبه اللي هي دي هوريها لكم اللي هي 700 جرام، ديت 700 جرام بكام؟ ممكن تجيبيها ب100 مثلا. انا جايبه الكيلو، الكيس اللي هو الكيلو اللي في ايدي ده ب95، وكيلو صافي. بصوا هيملى العلبه كلها ب95، ده عليه عرض بدل من 110 كمان. هي روابي قشطه عشان نفس اللي في العلبه بالظبط، فاهمين؟ فلقيتها فاضيه فقلت املاها بقى، لان ما عنديش علبه الصراحه احط فيها السمنه. عايزه اقول لكم الكيلو ملى العلبه الاخيره، والكيس اللي هو النص ده شلته في التلاجة، قلت لما ابدا اسحب من دي وتخلص ابقى استخدم التانية.
بصوا مليتها للاخر، فانتوا لو تعرفوا حد بيبيع سمنه سايبه هتبقى اوفر لكم كتير من العلب يعني. اهو بصوا اتملت، هخبطها بس خبطتين كده على الرخامه تنزل كده اللي فيها، وهغطيها وكده مليت العلبه، وهشيل بقى النص التاني في التلاجة. كده خلاص المشتريات. طبعا جبت كيلو لحمه مفرومه قسمته على 3 علب. جبت فرخه قسمتها على علبتين على 4 قطع. جبت 4 وراك برضو قسمتهم على علبتين. كيلو دبابيس على علبتين. جبت نص كلاوي ونص كبده فراخ ونص كبده اسكندراني عاديه. تمام، دي تقسيماتي. جبت نص بانيه قسمته على طبقين، ودي الوراك. وبس كده المشتريات بتاعتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم باي حاجه حتى لو كانت بسيطه. استنوني الفيديوهات جايه، عندنا تنظيفات عميقه. ومع السلامه حبيب قلبي، في حفظ الله ورعايته.